السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادي طلبة الدبلومة الأمريكية ماث. زي ما وعدتكم إن شاء الله هنبتدي نحل أسئلة من امتحانات في الإي اس تي في الديجيتال سات وفي الأكت مع بعض كده، ونغذي إن شاء الله قناة اليوتيوب بإذن الله. دلوقتي هنبتدي بأسئلة من امتحان الإي اس تي جانيوري 2026 اللي هي المحاولة اللي قبل اللي فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ السؤال الأول. Hannah deposit $1000 in her bank account. The function f of t equal 25t plus 1000 represent the amount in dollar. In Hannah's bank account after t months, what is the best interpretation of 25 in this context? طب احنا كلنا عارفين سريعا كده انه ان f of t دي اللي هي عنوان الفانكشن عبارة عن ايه؟ 1000 ده اللي هو الديبوزيت اللي هو initial اللي احنا بنقول عليه واي انترسبت، ب $1000 وبيزيد بلس دي يعني increase $25 لكل 1 تي. هنا بقى ايه تي بالمنط؟ يعني اي نمبر فوق في النيميريتور تابع للتايتل بتاع الايكويشن اللي هو ايه، اللي هو تايتل اللي هو فلوس دولار. فال1000 دي دولار و25 برضه دولار. فهو بيقول لك ال 25 دي بالبلدي كده بتعبر عن ايه؟ انت وانت بتقرا الانسرز او المالتيبل تشويسز، طبعا من الاول كده لو قال لك ان 25 دي اي حاجه تانية غير الفلوس مشيها. زي مين مثلا؟ زي مثلا دي 25 مانثلي ولا عايزه عاك ما تكملش. تمام. طيب هو هنا بقى بيقول ايه؟ $25 لكل 1 month، يعني for each month the amount in Hannah's bank account increased by كام؟ 25. كل شهر بتزيد $25. تمام. لانها البي مش هتنفع، دي الانسر بتاعتنا سي. البي مش هتنفع لانه بيفور هانا ميد اني ديبوزيت ذا اماونت ان هير بانك. ده هو هنا بيتكلم على الانيشال اللي هو الواي انترسبت. لا هو كده ده دي مش دي معناها ده بيتكلم كده عن $1000 دول، مش ال 25. 25 الريت بتاعه او الاسلوب. لكن هنا دي الكلمه دي معناها انه لما كانت التي بزيرو اللي هي الانيشال الواي انترسبت اللي هي ال1000. تمام. after 1 month the amount of Hana bank account in 25. لا بعد شهر هيبقى فيه 1000 plus 25 عشان بس نبقى واضحين. تمام. طيب ادي question 1. question 2. the remainder when dividing the expression by كذا. خلينا نحط ده هنا كده. ده اسمها synthetic division او long division polynomial long division. طب احنا يعني حظنا حلو انه عاوز الريميندر ده بناخد اللي هو ال 3x بلس 2 دي وبنساويها بالزيرو، فهتبقى x equal negative 2 over 3. ونروح شايلين كل x من هنا وحاطين بدلها negative 2 over 3. طبعا احنا خلاص ما بقاش عندنا في الاي اس تي منتل، that's why احنا نستعمل الكالكوليتر بمنتهى البساطة. خلينا نجيب الكالكوليتر من هنا اهو. فهنقول له ايه؟ هنكتب له الايكويشن. خليني بس عشان اوضحها من فوق اهي. هتبقى 5 الفا اكس باور 3 وبعدين بلس 4 الفا اكس باور 2 then minus 2 الفا اكس بلس الفور. واروح قايله له كالك. هيقول لي عايزاني اعوض الاكس بكام؟ هقول له نيجاتيف 2 وتحت 3. بعدين هقول له ايكوال. بس عوض اداني كام بعد التعويض؟ 152 over 20. يعني هو حسبها، حط الاكس بنيجاتيف 2 over 3 والتوتال كله بقى 152 over 27 اهي سي برضو. تمام. ده كده نمبر 2. نيجي بقى عند نمبر 3. بيقول لي سيادتك if A and B are two equal real number. يعني A equal ال B. خلي بالك. طه ال A كذا وال B كذا when the value of 3A. طب انا عايزاك بس تبقى في قوة ملاحظة شوية. احنا هنا دي محتاجين نعمل لها rewriting.
وناخد اللايك ترم مع بعض. فمحتاجين ناخد 3 over 2x plus 2x مع بعض. then negative 1 negative 6 مع بعض. فهتطلع في الآخر، حطها على الكالكوليتر ما توجعش قلبك اهو. ادي الكالكوليتر اهو. هتقول له 3، ايه ده معلش، 3 وتحت 2، وهتيجي هنا بلس 2. كام يا باشا؟ 7 over 2 x minus 7. ادي الايه. خدنا اللايك ترم مع بعض. الكلام ده بيقول لحضرتك انه equal، خليني اغير لك اللون، بحب الالوان قوي. انه بيكوال يعني 7 over 2x minus 7 equal to x plus 1 over 7. طب اعمل ايه؟ برضو كالكوليتر ده، يعني احنا نسجد لله شكرا ان المنتال اللي اتلغى، والا كنا هنزعل كلنا في الامتحان ده. احنا كده كده زعلنا، بس يعني كنا هنزعل اكتر. 7 over 2 alpha x minus 7 alpha equal 2 alpha x plus 1 وتحت 7. shift solve equal الثلاثي المرح ورا بعض. بقت الاكس بكام؟ الاكس equal 100 over 21. تمام. هل هو عاوز الاكس؟ لا، هو عاوز 3 ايه 3 ايه. فحضرتك تروح واخد الاكس دي معوض بيها هنا، ما هو الامتحان 7 ساعات بقى. فهنعمل ايه؟ نروح جايبين كده شيء رهيب. عايز تحطها تعمل لي شيفت سولف ماشي، عايز يعني كالك اوكي براحتك، يا كالك يا اما تعوض براحتك. 7 over 2 multiply by 100 over 2 over 21. وبعدين تيجي هنا تقول له نيجاتيف 7. بص بقى، الايه ب 29 over 3. هو عاوز منك 3 ايه، يعني 3 من فوق راحت مع 3 من تحت، فالانسر سي. تحطهاليش دي كمان على الكالكوليتر، عيب بقى. طيب نيجي عند number 4. The solution to the given system of equation, what is the value of y. طب ما احنا مود 5 1 اهو. اهم حاجه بس والنبي، اهم حاجه تتاكد ان الاكس الاول وبعدين الواي في اللي فوق بعض بقى. يعني الاكس الاول وبعدين الواي، والنمبر اللي في السي ده في الاخر. يعني يكونوا التو equations على in form of a b a x plus b y equal c. الاكسات الاول وبعدين الوايات واتنين فوق بعض كده. تمام. مود 5 1. مالكش دعوه بالكالكوليتر بتاعي، خليك في اللي معاك. مود 5 1 مود 5 1. تمام اهو. هنرص 24 equal 1 equal 48 equal، وبعدين 6 equal 1 equal 72 equal. الاكس هو عايز ايه؟ الاكس بنيجاتيف 4 اوفر 5. عايز الواي. بص حاطط لك نيجاتيف 4 اوفر 3 عشان انت لو مش مصحصح تخلي بالك. هو عايز بقى الواي ب 80. تركز هو عاوز ايه. تمام، وتركز في الترتيب ده، مهمة جدا مهمة جدا. اوكي اللي بعدها نمبر 5. اوه تمام. The given table represent the linear function g of x. What is the value of n plus g of b plus 50. طب احنا عايزين نجيب الاسلوب الاول، فاحنا ممكن نعمل ايه؟ نقول مثلا n minus 18. لا خلينا نقول 24. خلينا نقول 24 minus 18، وده y2 minus y1 over x2 minus x1. فهتبقى 24 minus 18 over b plus 5 minus b. وهنا في حاجة صغيرة عايزة بس أعرفك عليها، تاخد بالك منها. برضو مرتبطة أو بسرعة البديهة. انت بي انت عارف انها y2 minus x2 minus x1، فالبي هتروح مع البي. يعني انت من الاول لازم تبقى عارف ان البي طالما هنا 1 بي 1 بي فهيروحوا مع بعض، لانهم احنا بنعمل لهم subtracting فهيروحوا مع بعض. فهتبقى 18 هنا 2 6 6. ده راح مع ده، هتبقى 6 over 5. تمام. طيب ادي ايه ده الاسلوب.
طيب انا عاوزه اجيب الان، فانا هقول ايه؟ نغير اللون. n minus 18، n minus 18 over b plus 25 minus b. الكلام ده المفروض ان هو equal 6 over 4. حلو الكلام ده، راح مع ده. اعمل لي شيفت سولف. ما تبص يعني طالما متاح انك انت تشتغل بكالكوليتر، فاشتغل بكالكوليتر، لان هو مش مديك وقت للمنتال، ومش حدش هيسقف لك لو اشتغلت منتال وده وقتك ضاع. minus 18 25 الفا equal 6 وتحت 5. شيفت سولف ايكوال. هتبقى الاكس بكام؟ الان بكام؟ ب 48. حلو الكلام. ادي مشينا نص المشوار. الباشا ده عاوز ايه؟ التاني، النص التاني بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لحضرتك انه جي بي بلس 15. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان في هنا بتاع كده تالتة رابعة، رو رابع، في هنا بي بلس 15 ايكوال. الله اعلم، هو ده اللي هو اللي عايزه بقى، هو عايز الاف. طيب تعالوا بقى نعمل ايه، نخف بقى الكلام ده شويه كده عشان نعرف نشطب تاني من الاول على نظافه. فاحنا هنقول ان جي minus 18 over b plus 15 minus b equal 6 over 5. تعالى كده نجرب. اهو هنسميها ايه دي بقى؟ ماشي، هنسميها g of b plus 15 minus 18. احنا دي هنتعامل معاها لانها x او variable هنطلعها لوحدها كده. minus 18 over b plus 15 minus b. الكلام ده المفروض equal 6 over 5، او ربنا زي ما بقول لك كده، ده راح مع ده. طب وبعدين بقى عايزين بقى نعمل isolating. خليك بقى مركز، احنا عايزين نعمل ايه والنبي؟ احنا عايزين نعمل isolating للبتاع ده لوحده. فنعمل ايه بقى يا باشا؟ احنا ممكن نتعامل معانا على انه x، ونعمل cross multiplication، ونعمل ونشتغل كالكوليتر او كده. بص 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 بص, بص. اهو هنقول الفا x minus 18 وتحت 15، ونيجي هنا الفا equal 6 وتحت 5. شيفت سولف ايكوال. مالكش دعوه بالكالكوليتر بتاعي بيطلع الانسر من غير شيفت سولف ايكوال. انا خليك في الكالكوليتر بتاعك بس. وبناء عليه طلع دي. خليني على نفس اللون اهو. الجي اوف بي بلس 15 اللي انا قايله عليها انها كلها على بعضها كده بتعامل معاها لانها فاريبل، طلعها بكام؟ ب 36. which means انه هو عايز يبقى معلش في الاخر عايز الصم بتاعهم. ف 48 بلس 36 equal 84. اشهد ان لا اله الا الله. سي. هو الامتحان كله سي ولا ايه؟ ماشي خلاص يا ولاد. طيب ده اللي بعده. For a certain rectangular region, the ratio of S length to its width 35 to 10. If the width increases by 7. طب how many units must the length increase to keep the same ratio؟ مم. يعني هنا يا ولاد بيقول لك ان من اللينث الريشيو من اللينث to width عبارة عن 35 over 10. يعني كام؟ يعني 3.5، او عايز تسيبها فراكشن كده as you like. ده معناها ايه؟ هو عايز بيقول لك ايه how many units must the length increase to keep the same ratio. يعني عشان نفضل نحافظ على الريشيو دي، فاي increase او change في اللينث يقابله
انكريس او ديكريس او تشينج في الويث، هتفضل لازم نحافظ على الريشيو دي، لازم نفضل محافظين عليها. تمام. عشان اي زياده هنا لازم تقابلها زياده هنا، عشان نفضل محافظين على 3.5 دي. طب هو الراجل بيقول لك هو زاد هنا كام؟ if width increases by increases يعني ايه؟ يعني دلتا دبليو، يعني W2 minus W1، يعني هنشيل دي ونحط 7، فبقت التشينج في اللينث كام؟ 7 multiply 3.5 يعني كام؟ يعني 24 بوينت. تمام. هي البوينت هنا اللي انا لازم احافظ على الريشيو دي، في اي زياده في التشينج بتاع اللينث لازم يقابلوا نفس الزياده في التشينج بتاع الويدث. اوكي. نيجي في السؤال number 7. The table above show the distribution of color and shape of 100 tiles of equal area. تمام. If one of these tiles is selected at random، اللي هما كام بقى حضرتك؟ What's probability of selecting a red tile؟ طيب احنا هنا بنتكلم عايزين نحسبهم بقى كلهم على بعض. نحسب كده كلهم. أم، كده اهو. 10 قولي 30، 30 plus 30 plus 15 plus 25، كلهم 100. اه ده هو قايل 100 صحيح. تمام. وعايز ايه what's the probability of selecting red اللي هم كام؟ 30 over 100، يعني 1 over 3، يعني الانسر ايه؟ تمام. اوكي اللي بعده. the circle C a circle C of a center A shown above is translated down by 6 unit and scaled by factor of 2. Which equation defined the new circle؟ شايفين يا ولاد الانسرز دي كلها محطوطة على ايه؟ in form of. لازم تشوف الفورم الاول. عندك ايه اللي هي فورم x minus h all square plus y minus k all square equal r square، كلهم. تمام. which means ان احنا محتاجين اول حاجة ال h وال k كام؟ اللي هو السنتر كام؟ نيجاتيف 2 و0. ماشي. هو بيقول لك ايه بقى؟ نيجاتيف 2 0 هو فاكتور باي 2، يعني ايه؟ يعني حصل لها ماكسمايزد باي 2. اوكي ماكسمايزد باي 2 كده تقريبا. طبعا هي معلش هي السيركل التاني دي مرهقه شويه، بس هو ده اللي حاصل. الفاكتورينج باي 2 ده لا ولن يؤثر على مكان السنتر الا اذا حصل له داونورد ترانسليتد. يعني لو هو قال لك فاكتور باي 2 بس، يبقى مين اللي هيتغير؟ الار الراديوس فقط لا غير. لكن امتى يتغير مكان السنتر؟ لما هو بيقول لك ترانسليتد داون. اه لا ده انت غيرت لي كده بقى مكان خلي بالك. غير كده مكان السنتر وغير الراديوس الاثنين. طيب تعالى بقى نشوف الراديوس الجديد قد ايه بقى فين. السنتر الجديد بقى فين؟ هنا كان 2 و0، فبيقول لك نزل downward by 6 unit، يعني هنا نزل تحت نيجاتيف 6، يعني بقى كام؟ هو عند هو يعني نزل بقى كام بقى؟ مش عارفه اعملها هنا مثلا نقول بقى الجديد كام؟ بدل ما كان 2 نيجاتيف 2 و0، لما نزل تحت نزل بقى باراليل للواي اكسس، يعني الواي هي اللي بقت نيجاتيف 6، فضلت نيجاتيف 2، يعني الاكس ثابته والواي هي اللي بقت نيجاتيف 6. تمام كده. يبقى ده السنتر الجديد. ادي الاتش وادي الكي. فطبعا احنا ندور بقى عليهم باوبوزيت الساين، اللي هي بلس 2 وبلس ليه؟ عشان الفورم عندي بالنيجاتيف. طب بلس 2 اهي، بلس 2 اهي، بلس 2 اهي، بلس 6 بلس 6، يبقى دي مش معانا ودي مش معانا. حلو الكلام. البوينت بقى التانية، خلاص كده انا حددنا السنتر. نيجاتيف 2 نيجاتيف 6 ده بعيدة، ده مش عارف احطها على الجراف هنا خلاص. طيب انا بقى بيقول لك انه
فاكتور باي 2. طب يعني الريديوس الاولاني كام بقى؟ هي دي اللي الولاد ما يقدروش يميزوها. خلي بالك، من هنا لهنا ده 2، ماشي، ومن هنا لهنا دي 2 برضو، بصرف النظر عن نيجاتيف او بوزيتيف. شايفين دي؟ دي في النص بالظبط، هنا دي 1. دي 1 يعني معناها ايه؟ معناها ان الراديوس ده كله ب 3. الراديوس القديم طبعا كل ده ب 3. وبما ان هو عند فاكتورد باي 2 يعني 3 ملتبلاي 2، يعني الراديوس الجديد كام؟ 6. فانا المفروض ان انا احط الراديوس ولا احطه راديوس سكوير؟ لا، راديوس سكوير يبقى 36. يبقى الايكويشن بتاعتي كلها على بعضها كام بقى؟ x بلس ال 2 وبعدين y بلس ال 6 هنا سكويرد وهنا سكويرد، والراديوس الجديد اللي هو ال 6 بدل ال 3 فبقى 36. يعني الايكويشن ايه؟ تمام. دي السؤال ده مهم جدا انك تعرف ترسم السيركل، ده مهم جدا جدا. تمام. يجي هنا يا ولاد، السؤال ده اسمه referring question. The question 9 and 10 هو ال ESC بس اللي بيعمل كده. Referring to the information below. The group of students recorded the amount of time X they studied for a math test in hour and their corresponding test scores Y out of 100. The results are shown below. خلاص، يبقى الإكس تعبر عن إيه؟ عن التايم. والواي تعبر عن تيست سكور. حلو. ماشي. Which of the following equation is most appropriate linear best fit model for data shown؟ حضرتك عندك ايه بقى؟ ادي اللاين. انت تعمل ايه بقى عشان تجيب الايكويشن بتاعت اللاين؟ انت عندك ايه؟ تستنضف لك 2 بوينتس كده يكونوا بيعدوا على الكروس. يعني ايه بيعدوا على الكروس؟ يعني يكونوا كلير بوينت، يعني على قد ما تقدر. يعني يكون مثلا يعني انت لو جبت واحد من اليابان وقلت له البوينت دي كام، هيقول لك بص هي عند 2 و60. هنا شرب، هنا 6 و85، يعني ما فيهاش كلام. لكن مثلا دي مثلا يعني هتجيبها بما انه لاين اوف بيست فيت هتيجي بالتقريب، لكن يعني احسن لك تاخد لو في كلير او نت بوينت يكون احسن لك بكتير. هتقطع الشك باليقين. فتيجي تعمل هنا وتعمل كده اهوت، وتيجي هنا مثلا هتقول له 6 و85 وهنا 2 و60. والله عايز تعمل مليون حاجة بقى، مليون حاجة. عايز تعمل difference between y over difference between x، يعني 85 minus 60 ب 25 و divide وهنا 4، يعني صح كده؟ اه، يعني هتديني 6. 6 تقريبا. يعني انا دي وما ما بين دي ودي، دي طبعا اللاين اوف بيست فيت هتديك التقريب، لانها امر وارد يجي. ما هو ده مش لينير، ده ابن عمه شبهه بس مش زيه بالظبط، مش هديكي بالظبط يعني. بس اقرب حاجه ايه؟ اكيد مش 47 ولا 1 اوفر 6. حلو، اعتبر انك قلت اه حلو. طيب انا عندي هنا بقى ايه؟ دي الرخامه بقى. لا حول ولا قوه الا بالله. تمام. آه هو عاوز الواي انترسبت، هل 45 ولا 47؟ طب احنا تاخد لك بقى بوينت. احنا كده اكتشفنا ان انا عندي y equal 6x بلس البي. شوف لك بقى بوينت كده x و y حلوين كده تعوض بيهم. شوف كده 2، شوف دي كده 2 و60. طب لو هنا 60 وهنا 2 يبقى 6 في 2، يبقى البي بكام بقى؟ 12 هتروح من هناك يبقى 50، يبقى 48. يعني بي. يعني حق الله كان المفروض يبقى الرينج اكبر من كده، لكن تمام. خير بقى حضرتك. اه 10 بقى. Based on the line of best fit what is the expected grade of student who studied 8 hour؟ طب حضرتك ما تشوف بقى 8 hour دي فين. مش كده بقى لازم تبقى عارف الاكس تعبر عن ايه والواي. مش تقعدش تقول يا ترى اور فين، يمين اكس ولا تايم ستدي. تايم ستديد 8 فين ال 8؟
اوكي، ده لقيت مش موجوده، ده طالما لقيت مش موجوده ومش هتقدر تعملها على لاين اوف بيست فيت، يبقى حضرتك نرجع للايكويشن اللي كانت موجوده دي، اللي احنا قلنا ان هي y equal 6x plus 47.6. و... وعايز حط، شيل الاكس وحط بدلها 8، شيل دي وحط 8 واحسبها على الكالكليتر. فين يا باشمهندس الكالكليتر؟ اهو، مش لازم تعمل كالك، مش محتاجه يعني. 6 باي 8 بلس 47.6 كام بقى؟ 59.6. اي نمبر سي، الامتحان كله سي. تمام. طيب كده نبقى احنا حلينا اول 10 questions من الامتحان ده، وان شاء الله ال 10 اللي بعدهم قريب جدا جدا جدا، انتظرونا. واي سؤال طبعا انا تحت امركم، اكتبوا لنا على على اليوتيوب على الاسئله تحت، وانا موجوده، مفيش اي مشكله. سلام عليكم.